ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين. النهاردة جاية اتكلم معاكم عن زيت اليو لحماية الشعر. زي ما انتوا شايفين قدامكم على الشاشة. الزيت دوت المكون الاساسي فيه هو زيت المارولا. تمام. واحنا عارفين اهمية زيت المارولا لترطيب الشعر وازالة القشرة وحماية الشعر وكده، وانه بيخلي الشعر ينبت يعني او انبات الشعر. ولو انه يعني انا على المواقع قريت انه انبات الشعر ده مش يعني غير مثبت علميا. تمام. بس عامة زيت المارولا ليه فوائد متعددة للشعر. وانا عامة كنت عملت لكم فيديوهات قبل كده، او فيديو كان على سيرم كان نازل من ايفون. تمام. و كان المكون الرئيسي فيه زيت المارولا. ف يعني مش عارفة، انا هدور عليه واحطه لكم في ايه، في طرف الشاشة كده، في الحتة اللي فوق دي. يرجع مرجعنا للزيت بتاعنا اللي هو زيت الحماية، زيت اليو، اللي المكون الاساسي فيه زيت المارولا زي ما قلنا، وفي كمان 6 زيوت تانية. هم بصراحة مش مذكورين قدامي او مش قايلينهم، يعني انا ما قريتهمش على العبوة. تمام. ولا حتى في الموقع بتاع الشركة. تمام. يعني هو بيقولك هنا زيت لحماية الشعر بخلاصة الزيوت الطبيعية، يوضع من 2 ل3 نقطة على شعر جاف، ثم أو رطب سوري، والتركيز على منتصف الشعر حتى الأطراف، لأن طبعا احنا ما بنحطش الزيت على جذور راسنا. يمكن تكرار وضعه على الشعر الجاف حسب الاحتياج، لا يصطف. تمام. هو حلو، يعني هو كويس. يعني ما تقدريش تقولي عليه ان هو حلو اللي هو تتوقعي منه مثلا نتيجة كبيرة او كده، زي زيت اليو الليلي. يعني بالنسبة لي انا كان معقول او عادي. تمام. بس ما اعتقدش ان هو يستاهل السعر اللي هو يعني نازل بيه، حتى لو كان في عرض. يعني انا عايزة عرض تاني عليه. تمام. يعني هو نازل ب379، انا عايزة بقى يبقى ارخص كمان من كده بالنسبة لي علشان اقدر اشتريه، يعني مش عشان المقدرة المادية، لا، علشان احب ان انا اشتريه، لان هو بالنسبة لي ما كانش قوي. انا ما حبيتهوش يعني، او ما وقعتش في غرامه. انا حبيت زيت اليو الليلي، كان اجمل بكتير واحسن بكتير، وافاد شعري، وحسيت ان انا فعلا شعري اتغير معاه. يمكن لان انا بستخدم زيت المارولا في حاجات تانية، فما حسيتش بالتغيير لما استخدمت ده. عامة هو هنا الزيت لحماية الشعر من أشعة الشمس. تمام. من التعرض للتلف، السشوار، الناس اللي بتعمل شعرها سشوار. بس طبعا ما بنحطهوش. تمام. واحنا بنعمل السشوار او بنعمل المكوى، يعني احنا بعد ما بنخلص عايزين بنحط شوية، فاهميني؟ لكن لما بتكوني بتعملي شعرك سشوار او مكوى، لا، ما ينفعش ان انتي، طبعا انتي مش هتقلي شعرك. الوحيد اللي ينفع تنزلي بيه الى حد ما في الشمس هو الزيت دوت. ليه؟ لان هو قوامه قوام السيرم كده، زي السيرم تقيل قوي، فبالتالي مش هيفرق لو نزلتي بيه في الشمس، مش هيحصل اي حاجه. نزلت الدكتوره نرمين طارق خبير التجميل اوريفلام كانت قالت لنا المعلومه دي في لايف من اللايفات. بس عامه ما تنزليش بزيت على شعرك في الشارع في الشمس. ده كان مجرد رأيي فيه، او ده يعني كان انطباعي عن الزيت. اتمنى ان هو يعني اللي جربته تقول لنا رأيها في التعليقات، واللي لسه هتجربه لو لما تجربوا تقول برضو رأيها. واتمنى يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، تعملوا له لايك وشير وتعملوا اشتراك في القناة. ويا رب دايما اشوفكم بخير وصحة وسعادة ومبسوطين ومترطبين، ويا رب فاكريني من دعائكم. سلام يا حلوين، ما طولش بقى عليكم.